يا هلا فيكم في مبيريكو سبورت. قبل نهاية سنة 2025 بساعات قليلة انفجرت قنبلة مدوية في سوق الانتقالات الشتوية. جواو كانسيلو، النجم البرتغالي المتألق مع نادي الهلال، عاد ليتصدر المشهد العالمي ويكون تحت أنظار كبار أوروبا مجدداً بشكل مفاجئ وصادم لكل الجماهير الهلالية. حسب أحدث التقارير من الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، نادي إنتر ميلان الإيطالي بدأ فعلياً تحركات جادة لضم كانسيلو. لكن القصة أكبر من كذا. برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أيضاً دخلوا على الخط ومراقبين الوضع بجدية. السؤال اللي شاغل بال الشارع الرياضي الآن: هل فعلاً ممكن نودع كانسيلو في يناير؟ وهل إدارة الهلال مستعدة للتفريط في واحد من أهم أعمدة الفريق؟ كانسيلو منذ وصوله للزعيم كان علامة فارقة وقدم إضافة هائلة ليس فقط للهلال بل للدوري السعودي ككل. رحيله في منتصف الموسم راح يترك ثغرة فنية كبيرة جدا في حسابات المدرب إنزاغي. لكن في عالم الاحتراف، رغبة اللاعب في العودة للتنافس في دوري أبطال أوروبا قد تكون هي كلمة الفصل في النهاية. وإنتم يا جمهور الزعيم، هل تؤيدون رحيل كانسيلو إذا وصلت عروض مغرية؟ ومن هو البديل الأنسب له في رأيكم؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا تدعمونا بالاشتراك عشان نوصل ل1000 مشترك ونكمل المشوار معكم. شكراً لكم، ونشوفكم في الفيديو القادم.